اليوم جبت لكم بلاصه فين تقدروا تاكلوا فابور. مونديس هو كيف ما قلت لكم من قبل مطعم بالاثمنه ديال سناك، واللي في الفيديو الاول لقى استحسان كبير عند متتبعين الصفحه، واللي قرب يوصل 2 مليون ديال المشاهده واقبال كبير على المطعم قرر يدير عرض للمتتبعين ديال الصفحه وللزملاء الاوفياء ديالو، وخصوصا الناس اللي كتقرا في لافاك ديال 2 مارس عين الشق، ولا الناس اللي خدامين قراب، ولا لاي واحد من متتبعين الصفحه. فاش كتاكل 6 ديال المرات، السابعه كتكون فابور من 2 للجمعه، ومن 12 النهار حتى 4 العشيه. مونديس كاين في الامتداد ديال شارع 2 مارس، وانت طالع غادي تلقى كافي 2 مارس هو ملاصق معاها بالضبط. وبسم الله على بركه الله. ومع هاد الصهد اللي كاين خديت هاد الموخيطو بلو اللي كان بيان كلاصي، ننتعش بيه شويه ونحيد العطش بالموجدات الصالاد، واللي الثمن ديالو كيكون ب 25 درهم. وندخلوا الشاف على هاد الصالاد هيلتي اللي كيكون فيها الافوكا والتفاح والطون والبولي والفروي السيك والخس والمايس والفرماج موتزاريلا والخيار. الشكل ديالها وطريقه التقديم كانوا واعرين بزاف كيف كتشوفوا. اما الكميه اللهم بارك كانت معتبره وياكلوا فيها حتى جوج الناس. اما المذاق كان بنين بزاف، وكل دغمه كتهز لك شي حاجه في شكل، وخصوصا ديك صوص ميال اللي كانت من الفوق كتزيدها بنه على بنه، زائد جوده الخامات المستعمله. ولكن المفاجاه هو الثمن اللي كان 30 درهم. وكيف العاده ما يمكنش نجي لمونديس وما ناخذش برجر. وفي المره اللي فاتت جربنا برجر مونديس اللي كيجيب تشيكن كريسبي والجامبو والاونيون كاراميليزي والفرماج شيدار وغارق بصوص فوندي اللي ولي الثمن ديالو 42 درهم. هاد المره خديت برجر امريكان بجوج ديال لي ستيك ديال الكفته اللي كانوا طايبين غير بالملحه وشويه ديال البزار، الجامبو الاونيون كاراميليزي وجوج قطع ديال الفرماج شيدار وصوص امريكان اللي المذاق ديالها كان واعر وقريب بزاف للباربيكيو، وبطبيعه الحال كيقدموا معاه حتى الفريت. على العموم البرجر كان ناضي، لا من ناحيه الحجم ولا المذاق اللي كان بنين بزاف، ولا الثمن اللي هو 35 درهم. وهذا الشاف بلاستيك هاشي واللي كيجي على شكل تحفه فنيه بستيك كبير ديال الكفته، فوق منه فروماج موتزاريلا وقطع ديال الجامبو مع لي بات بيني بصوص شامبينيون لا كريم فريش واللي كيم صوتي اللي كانوا طايبين على حقهم وطريقهم وكيذوبوا في الفم. هذا البلا بوحدو يقدر يخليك كليان ديال هذا المطعم، حيت كيجمع بين جميع المواصفات اللي تقدر تكون كتبغيهم في الاكل. طريقه التقديم والمذاق ديال المطاعم 5 نجوم، الكميه اللهم بارك، والثمن اللي كان مزيان بزاف واللي هو 48 درهم. وهذه بات بولي شامبينيون، وكيكون فيها لي بات بيني بصوص شامبينيون لا كريم فريش والإيمانسي دو بولي، وكيف ديما التقديم في المستوى والكميه اللي كانت مزيانه والبنه حاضره، والثمن ديالها هو 35 درهم. واخر حاجه غادي نجربوها قبل ما ندوزو للديسير هي هاد البيتزا مارغاريتا اللي كتجي على هاد الحجم اللهم بارك، بلا بات نابوليتان اللي كانت رطبه وهشيشه بزاف، مع الصوص طوماط والفرماج موتزاريلا لا اقل ولا اكثر. بيتزا سامبل ولكن المذاق ديالها راه ما يمكنش، وكنصحكم تجربوها حيت تستاهل، والثمن ديالها هو 25 درهم فقط. وفي الديسير اختاريت لكم هاد الباناكوتا اللي كتجي على هاد الشكل الجميل والتقديم الرائع بهاد القوام والمذاق الواعر بزاف. صراحه تستاهل تجرب حيتاش كانت واعره بزاف، وهذه غتكون من احسن لي باناكوتا اللي ذقت، والثمن ديالها هو 15 درهم. ولعشاق الشاو والناس اللي اكتيف على مواقع التواصل الاجتماعي، ما نسيتكمش وجبت لكم هاد لاكريم برولي اللي كيتقدم على طريقه المطاعم الكبرى. تجربه غادا تكون جديده لا من ناحيه المتعه ولا المذاق، اللي حتى هو كان بنين بزاف ويستاهل تجربوه، وكيف العاده بثمن جد مناسب واللي هو 17 درهم فقط. الاخوان مونديس هو مطعم بالاثمنه ديال سناك، وعنده قائمه كبيره بزاف. لا بغيت نكملها خاصني شي 4 ولا 5 الفيديوهات ماشي غير جوج. مطعم كيجمع ما بين الثمن والكميه والجوده، واهم حاجه النقاء. المطعم نقي بزاف والخدمه فيه واعره. بغيتكم تستغلوا هذا العرض اللي داير وتستافدوا منه لو ماكسيموم. تقييم التجربه هو 8 على 10، وكنصحكم تجربوها. غادي نتسناكم لتحت تكتبوا لي شكون جرب هذا المطعم واشنو الراي ديالكم فيه، وتقولوا لي اش من مطعم تبغوا نجرب ثاني. كان معكم اشرف من صفحه اشرف هلاك، وما كاين القصه خويا، وتهلاو.